السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل كفتة الفراخ بطريقة سهلة وهترمي معاكي. صدرين فراخ هيعملوا لك احلى كفتة فراخ. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. انا جبت هنا في صدور فراخ من عندي، كنت جايبة فراخ وخدت الطرطوفة بتاعة الصدر من تحت. هبدأ ان انا اخليها وافرمها في الكبة. طبعا انت ممكن تعملي تجيبي بانيه مكان الصدور ديت، تشتري بانيه وتعملها كفتة مباح. ممكن الفرخة كلها تخليها وتعملي بيها. ونقطعها قطع صغيرة كده عشان تتفرم معانا في الكبة حلو، لان انا عايزاها ناعم مش عايزاها خشنة. تمام. هبدأ ان انا بقى افرمها في الكبة. تمام كده زي الفل. نعمت معايا اهيت. هكون بقى مجهزة عندي بصل متقطع وفلفل، ولو مستحب قرن شطة، عصرة ليمونة، كام فص ثوم كده، كزبرة ناشفة، كمون، ملح، فلفل أسمر، بهارات فراخ، ومرق الدجاج. أنا طبعا هنعمل برضو البصلة وهنزل عليها على الفراخ بيها، وهبدأ أخلطها بالفراخ المفرومة بتاعتنا، ويعني هحاول إن أنا أدخل البصل كله في الفراخ. طبعا بعد ما خلطتها مع بعضيها ممكن اديها كمان فرمة في الكبة، بحيث ان البصل والحاجة بتاعتي تخش مع الفراخ وتنعم شوية كمان، لان انا حاسة ان البصل كمان خشنة شوية. تمام. هبدأ بقى اجيب العصي بتاعت الشيش طاووق، وابدأ اشكل الفراخ بتاعتي. اكون حاطة جنبي طبق مية، ابل ايدي وابدأ ان انا اصبع، اعملها بقى زي اشكلها زي ما تحب بقى، صوابع، همبرجر، كرات فراخ، زي ما تحب. انا شكلت هنا صوابع وكرات. تمام. هنا بقى حطيت الزيت على النار، وبدأت لما الزيت سخن نزلت بيها.
يعتبر من صدرين فراخ. انا عملت طبق كفتة حلو يعني، والطعم حكاية والله. حلوة اوي. سبتها لحد ما خدت لون وقلبتها على الوش التاني. وكده بعد ما خلصتها يا حبايبي، يا رب الفيديو يكون عجبكم النهاردة، وان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم وهتلاقي نفسكم بتعملوها على طول. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف مليون سلام. مع السلامة.